شهدت مناطق الشمال الغربي تنازل كميات هامة من الثلوج غطت كل شيء، الغابات، المنازل وحتى السيارات. مواطني واهالي عند دراهم التابعة لولاية جندوبة يتشكوا من برودة الطقس وغلاء المعيشة ونقص مصادر العيش. نحن باردة الشمال ياسر نتشكوا من البرد، ما عندناش المواد يعني وسائل التدفئة يعني متكثرة. نطلبوا من الحكومة تعاوننا شوية، يعني نقص في البترول ولا نقص في فهمت خاطر ياسر تعبين صح. نبردوا ياسر والصباح والعشي هذه نبردوا فيها برشا ياسر. فهمت؟ واحد ما يلقى كاش يطلع وكاش يعمل. تعبين ياسر. ظروف صعيبة بالنسبة للحكومة الجديدة. ضعنا ياسر في عندنا ولا ضعنا. الرحمة كان عند ربي، لا حياة لمن تنادي هنا. الثلوج واللي كانت نسبتها اقل من عمناول كان لها تاثير على سير الحياه في عند دراهم، برغم من انه البنيه التحتيه وقعت عليها تحسينات نسبيه. وعن الفرق في الظروف بين عمناول وسنا كانت اجابه اهالي عند دراهم: عمناول ثم ديار طاحت، ثم عباد تشردت، سكنوا في عمناول شهر كامل الصغار ما يقروش، تضروا برشا عباد براسك لسه عمناول شهر ما يقروش على خاطر العباد ساكنه فيه. ديار طاحت برشا حوايج. وسنا باهي، سنا صب في فيفري جمعه كامله وقص وباهي، يعني مش كعمناول. وزاد سناها وزاد صب البارح واليوم، ونقول الحمد لله. عمناول المترو نص، الكهرباء تسكر، الطريق تسكر، الخدمه نقصت، وين دراهم فيها شيء. موجة البرد اللي تجتاح مدينة عند دراهم خلت المواطنين يسترجعوا آلام السنة الفارطة، برغم مساعدات الجمعيات الخيرية اللي تعتبر مصدر المساعدة الوحيد لأهالي الجهة.